السيرة النبوية اللي هي التطبيق النبوي، التفسير النبوي للنصوص الحديثية تدل على هذا، بأنه لا يحارب إلا، لا يقتل إلا محارب. أمر بديهي، أمر يكاد يكون بديهي. تستغرب كيف هذا دخل في أذهان الفقهاء وحاسوا الدنيا حوس وزعموا أن كل شيء منسوخ بالآية اللي في سورة التوبة آية آخر، وحتى هذه لا تنسخ شيء لما تقراها من 10 آيات، لكن قروا آية وتركوا الآيات الأخرى. يعني هذا من أفظع ما يكون، جعل القرآن عضين. والله هذه الآية تعجبني على مزاجي أو على مذهبي ومذهب شيخي، والآية الثانية خلاص كانها غير موجودة. فحتى حقت سورة التوبة اللي هي بإجماع الناس تقريبا من آخر ما نزل في القرآن، وهذه واضحة تماما، حتى براءة من الذين عاهدتم من المشركين. عاهدتم يعني ايش؟ بينك وبينهم عهد؟ قال كانوا قبل كذا حربيين، لأنه ما يمكن يكون عهد وهم في الأصل مسالمين ولم يحصل منهم قتال أصلا، مستحيل. إذن هو عهد معناه كانوا حربيين، وفي عهد بدون مدة ويحتاج أو لم يلتزموا به فيحتاج إلغاء، فألغي ببراءة. ما له علاقة بالمشركين اللي موجودين في الهند الصينية، ولا المشركين اللي سينشأوا في المستقبل في القطب الشمالي، ما له علاقة. لكن ما أدري كيف هذول يقرؤون، ما أدري، سبحان الله، شيء عجيب. خلاص ينقدح في الذهن أحيانا شيء. الإمام الشافعي هو طبعا أكبر من زلت به القدم في هذا الأسف الشديد، على ضخامة عقله يعني، ومن أذكياء العالم ومن عباقرة العالم. لكن سبحان الله، لكل مثل ما يقول العرب، لكل صارم نبوة، لكل جواد كبوة. هذه كبوة شنيعة ولا يجوز متابعته عليه. الله يغفر له، هذه كيف زلت الذهن، ونطوي عنها القيد ونحطها في الدرج ونساها، بدل ما نقعد نلت ونعجن فيها ونسيء الى الرجل بكل كل ما ذكرنا هذه ان الشافعي قال كذا كذا اساءنا اليه في حقيقه الامر. لما نقول زلت به القدم الله يغفر له، لا تعيدوا تذكروها، حطوها في درج انسوها. لكن هذول ما يبغون ينسوها، كل ما ينبشوها، وقال فلان وقال عياض وقال فلتان وقال فلتان، يزيدوا الطين بله. بدل ما يعني يبرئوهم على الاقل ويستغفروا لهم، يزيدوا الطين بله بتعريضهم في النهايه الطرف الاخر في المناظره يقول لك هذا الله يقلعهم، هذول يبلون بهالمذهب الباطل المناقض للقران. وهذا ما هو حسن حتى في حق الأئمة اللي أنت تعتقد أنهم مخلصين وجيدين، مثل الشافعي ما حد يشك في إخلاصه وفي متانة دينه. لكن المشكلة أنه زلت به القدم في هذا، فالواحد يستغفر لزلة العالم وخلاص، ويدعو له بالمغفرة، ويأخذ من الأشياء الجيدة اللي ثبتت وبانت، لا يدخل عليه هذه الاعتراضات، مش يجعل الزلة هي الأساس ويهدم كل ما سواها. مشكلة حقيقية في التاريخ الإسلامي، ذات تنظيف. جميل. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.